السلام عليكم البنات. بالنسبه للحصه اليوم غادي نبداو بالمعسلات. اول حاجه غادي نديروها هي الشباكيه. غادي ندوزو المقادير: 106 غرام ديال الزبده دايبه. هنايا انا زولت منها الحليب نهائيا، يعني رديتها نوازيط، كتعطي له غو زوين و ميم طون كتجي زوينه. 156 ديال زيت المائده. عندنا 36 غرام ديال الخل، من الاحسن يكون الخل الابيض، ما كايناش ممكن نستعملوا على الخل العادي. يعني 2 اصفار البيض. 6 غرام ديال القرفه اولا معلقه كبيره. عندي 6 غرام وديال كل من نافع وحبه حلاوه. 6 غرام 6 غرام او معلقه كبيره معلقه كبيره. هنايا خديت قبيصه د الملحه، غرام واحد ديال المسكه الحره مطحونه مع شويه ديال السكر، 4 غرام ديال خميره الحلويات، 1 غرام حتى 2 غرام ديال خميره الخبز او خميره حبيبات. بالنسبه لهنايا انا عندي 200 غرام ديال الزنجلان، معهم 50 غرام ديال اللوز. طحنتهم هكا كيف ما كتشوفوا بحال بخليني ثقيل ومعجن لاباط. هانتينا هانتوما البنات بهذه الطريقه هذه، لان الا بقى حبيبات كيخسر العجينه وكيقطع. بالنسبه لهنايا عندي 250 غرام حتى 265 غرام ديال ماء الزهر، هو اللي غنخلط به العجين. وهنا خديت واحد 12 غرام ديال الماء، خلطته زعفران شعره، حمرته كيف ما العاده، حمرته في واحد المقيله حكيت ما بين يدي ودرت له 12 غرام باش يذوب صافي. وغنخدمو بكيلو ديال الطحين. بالنسبه ملي كنقولوا القوام، من ناخذوا الزنجلان ما ناخذوش داك البلدي اولا دمياصر اولا هذوك راه كيكونوا النوعيه ديالهم خايبه. كناخذوا زنجلان من نوعيه جيده وكتنقيوه مزيان، ما يبقى فيه لا حجر لا حتى شي حاجه. كنحمروا انيه تكون ثقيله، يعني كوكوط ولا شي حاجه، يعني تكون ثقيله ما يتحرقوش دغيا، وحنا كنحركوا فيه وهو كيتحمر، يعني ما نزولوش يدنا نهائيا منه باش كيتحمر مزيان. نقيوه نزولو حتى الحبوب الكحل، لان الحبوب الكحل كيعطيو المروره. بالنسبه للوز خديت 50 غرام، دهنتها بشويه الزيت وحمرتها في الفران، فسختها وبيتها ليله كامله مع اللوز طبعا كينشف، ومن بعد عاد دهنته بالزيت ودخلته الفران يتحمر. من يتحمر ما يذهبش كامل، يعني حبيبات كيبقاو بويض وحبيبات كيتحمر. بالنسبه للقرفه تكون جديده باش كتعطينا نسيمه زوينه. النافع وحبه حلاوه هيداك صافي. بالنسبه للزيت البنات كنستعملوا زيت نوار الشمس، هي غاليه ولكن مزيانه في الحلويات كل شيء. حاجه اخرى، من كنقولوا الخدمه بكل شيء زوين يعني الثمن زايد. ملي كنقولوا الخدمه بمارغارين في حاوض الزبده، انا عندي المارغارين راه كيكون الثمن ناقص. بالنسبه كنهضر على البنات اللي غادي يبيعوا اولا البنات اللي غادي يديروا هكا مشروع. كنخدم بكل شيء زوين، يعني الزبده بدويه اولا زبده سونطرال اولا جوده غاليه في الثمن، ما غاديش نخدمها بحال بالثمن اللي غنخدمها بالمارغارين. المهم يعني نطرقوا الحاجه بحاجه ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بالسوائل هما اللوالا. غادي ندير الزيت، عاد غادي نبدا نخدم شويه بشويه اولا نزيد الطحين شويه بشويه. البنات اللي الا انا غادي نخدمها بالروبو، نتوما اللي بغى يخدمها بيدو يخدمها، ولكن راه صاد ليك. ما نقولكمش البنات الزبده نوازيط كتعطي واحد لوكو ما شاء الله زوين بزاف بزاف. البيض غادي ندير حتى الزنجلان، غادي نزيد الماء الزهر، غادي نخليه شويه بحال هكا حتى يتخلط كلشي. غادي نخلطوا العناصر كامله، عاد نبقى نزيد الطحين شويه بشويه. البنات دابا من بعد ما تخلط لي العناصر كامله غنزيد شويه د الماء الزهر اللي بقى لي، وخليت هاد شويه هذا صافي. غادي نزيد دابا الطحين شويه بشويه. نزيد عاوتاني الطحين. غادي نكمل كميه ديال الطحين. البنات غادي نزيد حتى الكميه ديال الماء الزهر اللي بقات لي. البنات ها هي الشباكيه ديالي عجناها كيف ما كتشوفوا.
دابا غنحاول ندلك بيدي واحد شويه، ومن بعد غنعملها كريسات ونعملها في بلاستيك طوح واحد ساعات المكانه. ولا نتوما ماشي مشكل الا ما كنتوش مزروبين فيها، خليوها كاع صباح، ديروها في الصباح وتهان الليل عاد تلقوها وشبكوها وقليوها. حاولوا ما تكثروش الخميره باش ما تخمر لكمش. غنديروها كريسات. صافي البنات نحلو بهم في السلوفان وغادي نخليهم يرتاحوا، عاد نطلقوا باش نشوفوا نطلقوا العجين ونشبكوها. من بعد البنات ما طلعت لنا العجينه ديال الشباكيه، غادي نطلقها بهذا هكا وغادي نقسمها على 3 شرائط. لازم نكثروش الطحين هكا. نطلقها هكا وغادي ندوزها في الماكينه د الوراقه. غادي نرشها بالطحين غير باش ما تزغليش في الماكينه. البنات من بعد ما طلقت العجينه في الوراقه كنزول هاد الجوانب بهاد الطريقه. كنعمل 1 2 3 4 5 يعني جوج وجوج وجوج، وهذه كندوز فيها هكا. بنات انا هذه راه درتها كبيره غير باش تشوفوا نتوما شحال. صافي اسهل طريقه ديال التشباكيه هذه هكا. كندير لها هكا ياك، كنشبر هاد الجناب وكنعمل لهم هكا، كنلصق مزيان باش ما تفتحش، ومن بعد كنفتح. ها هاي صافي. غادي نقص من هنا ومن هنا. صافي واضحه. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى كما قلت. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. البنات كنعاود هذه راها كبيره بالنسبه لي، انا هذه راها كبيره. انا غير باش تبان لكم التشبيكه كيفاش عامله. كنعملو هكا كنعملو هكا، وهاد الطرف من هنا ومن هنا كنلصقوه بحال هكا على بعضو وكنضغطو وكنشبر هنا كنقلب. ها هانتوما البنات كنزول شويه من هنا شويه من هنا باش ما تجيش الكرينات خارجين. ها غادي نعاود معكم البنات. ملي كتكون شي طرف ما فيهش نفس التقده ديال هذاك العبار هذاك، بحال شريطه زايده اولا شريطه ناقصه، غنوريكم كيفاش غنعملوا باش ما نخرجوش الكسور نهائيا. ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. هذه خرجت فيها حتى هي 4. هذه البنات راها اسهل طريقه باش تشبكوا. والكسور دائما كنجمعوهم في بلاستيكه وكنخليهم حتى يطلقوا ونوليو نخدموا بهم.
بنات فاش كنطلقوا هكا الورقه قبيله مشى لي الفيديو ما كملتهاش، كنطويو العجينه على جوج باش كتجي مقرمشه وكتجي بحال اللي كنديروا بات فيوتي بحال هكا كنديروا الورقه كامله وعاد كنبقاو نطلقوا وندوزو في الوراق. غادي ندوزو في الوراقه دابا. من بعد البنات ما طلقت الورقه ديالي اولا العجينه ديالي في الوراقه، البنات من بعد ما كنساليو العجينه ديالنا كامله كنستفو وكنشبكو نستفو في اليد، نخليوها تنشف واحد الساعه د المكانه ولا جوج، عاد كنبداو نقليو. في حاله ما اذا جات بحال هكا يعني ناقصه واحد الضربه كنديروا لها هكا ياك، وهادي هكا وهادي كنجيبوها الاولانيه صافي، الاولى وكنسد هادي بحال ها، يعني ماشي نخسروها صافي البنات. ها واضحه، غنزيد معكم هاد الجوج. كنرد الاول كنسد، حاولوا غير هادي تضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش. هانا بنات صافي، انا اللي نزيد نكمل معكم، كنتمنى تكون واضحه. هانا بنات هانا صافي. صافي غادي نكمل الشباكيه ديالي بالتشباك كامله وندوزو باش غادي نقليوها. بنات انا كملت الشباك كيف ما كتشوفوا، كنستفوهم في اللاطه وكنخليوهم حتى ينشفوا واحد نص ساعه المكان حتى ساعه، كنبداو نقليو. كيف ما كتشوفوا هنايا عملت هنايا كاميله فيها الزيت كتسخن، وهنايا العسل حتى هي كتسخن. انا غادي نطفيلها البنات. العسل ملي كنسخنوه غير باش تشبر عليها على الشباكيه العسل، كنعملوا جوج كاميلات، كاميله فيها عسل دافي يعني من نحشي يدي بحال هكا يعني ما نتحرقش غير دافيه صافي، هادي من جهه وعسل بارده من جهه اخرى. كنسبق في هذا العسل هادي عاد كنعمل في العسل الثانيه كما تشوفوا معايا. هنايا عامله الزيت كتسخن وغادي نسيي بلي راها سخنات واحد ريف ديال العجينه كيف ما كتشوفوا. غادي نرميها اون فوا غادي تطلع للفوق، دابا هي نزلت للقاع، اون فوا غادي تطلع للفوق غنعرف بلي راها الزيت سخنات وغادي نعمل الشباكيه ديالي تقلى. البنات كيف ما كتشوفوا هاد ريف العجينه طلع للفوق، دابا الزويته ديالنا راها سخونه. دابا غادي نبدا نعمل الشباكيه في الزيت. ما ندحسوش الشباكيه في وسط الكميله اولا المقله اللي غنقليو فيها باش تبقى الاتساع فين تقلب وفين نقلبوها، ومره مره غادي نقلبوها، ما نتسناوش حتى تحمر من الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه، لا حنا اللي غنبقاو نقلبوها مره مره باش تحمر من جوج جوايع. غادي نخليها حتى تشوب راسها وغادي نقلبها. كيف ما كتشوفوا البنات هي دابا تقلات كيف ما كتشوفوا اللون ديالها ذهبي. غادي نحطها نحاول نصفيها مزيان من الزيت. الا سمعتوا هنايا في العسل كدير هذا هو كيفاش كتشرب شباكيه العسل في اول مره. نحاولوا غير بشويه. سمعتوا البنات
نحاولوا غير بشويه نضغطوا عليها باش تهبط العسل، غير بشويه باش ما تهرسش الشباكيه لان راه باقا سخونه. صافي وغادي نكملوا القلي ديالنا. صافي البنات نبقاو نديروا الشباكيه ديالنا كتقلى هكا، وهنا كنعسلوا حتى نكملوا مراحل كامله، ومن بعد غادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. البنات ها هي الشباكيه دابا في العسل اللي سخونه. دابا غادي نصفيها وغادي نعملها في العسل بارده باش غادي تزيد تلصق عليها العسل. كيف ما كتشوفوا غادي نزولها من هذه وغنعملها في هذه اللي بارده، وغير بشويه باش ما تهرسش. صافي غادي نكمل ونطلق. وهذه هي الشباكيه ديالنا من بعد التعسل الثاني ديال العسل البارده. دابا غادي نديروها ونزينوها بالزنجلان كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ شباكيه وغادي نعمل لها الزنجلان في وجهها. بالنسبه لهذا الزنجلان هذا راه حمرته ياك، ومنين تكمل التحمر وهو باقي سخون رشيت عليه ساشيات ديال الزهر، رشيت عليه ساشيات ديال الزهر كامل رشيتهم عليه، وبقيت كنحرك مزيان حتى داب داك السكر ديال الزهر، ومن بعد خليته حتى برد وهو اللي كنزين به هاد الشباكيه باش كيجي في لوغو زوين. صافي البنات غادي نكمل انا الشباكيه كامله ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا هذه هي الشباكيه ديالنا. كتجي معلكه ومجعبه من الداخل، لاحظتوا البنات كتجي مجعبه والعسل راه حتى لداخل فيها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. ما نقولكمش البنات من الداخل كيف عاملوا.